السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، احنا اليوم جوالين في مشاعر الناس الحلوة الجميلة. كثير مروا علينا من خلال حلقتنا اللي فاتت وحلقتنا اللي قابلنا الناس فيها، نسألهم عن مشاعرهم عن دولة الامارات، وشو عيونك وشو الامارات في عيونك. مع اي ضيف وبتحسس مشاعره عن غرب وما نسمع شو يقول لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. شو تعني لك الامارات في عيونك؟ تعرفني على اسمك. عقيل حسين من العراق. طبعا الامارات اول شيء انا صار لي 16 سنه بيها. يا سلام عمر، الله يعطيك العمر. الله يحفظك ويخليك ويحفظ هالبلد ان شاء الله. اللي انا كعراقي هذا البلد فتح لي ذراعه، ان كان المرحوم الشيخ زايد الله يرحمه ان شاء الله ويغفر له يا ربي، وان كان اللي ماشيين الحين على دربه الكل، يعني الشيوخ والحكام من الامارات. والحمد لله رب العالمين، يعني واحد امان. وهذا بلدي اللي اعيش فيه اكثر عمري، يعني انا بهالبلد اعيش نقول 11 شهر، وشهر اسافر وارجع ان كان من بلدي او دوله ثانيه، بس ارجع اشتاق لها كما اشتاق مثل طفل يشتاق الى حضن والدته. الله شاهد، يعني هذا الكلام لا هو مجامله ولا شيء، بس هو انا يعني كل يوم صباح اقول اللهم يديم الامن والامان في هذا البلد ان شاء الله، ويحفظ هالدولة إن شاء الله، ويحفظ شيوخنا إن شاء الله يا ربي، والله يستر على هالبلد. أرجع أكررها يعني بهالمناسبة إن شاء الله قرب شهر رمضان المبارك، شعوري يعني أبارك للأمة الإسلامية جميعا، وأبارك لدولة، يعني أتقدم بالتهنئة إلى دولة الإمارات كاملة بحلول شهر رمضان المبارك. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نقدر يعني نسدد جزء من دينها اللي برقبتنا. الحمد لله واحد أمان، والحمد لله طلعنا من بلدنا وجينا هالبلد، والحمد لله رب العالمين ما قصرت معانا، وان شاء الله ان شاء الله ما راح نقصر معاها هالبلد، وان شاء الله نقدر يعني نخدم هالبلد باللي نقدر عليه ان شاء الله. قال واحد امان، كلام جميل. واحد امان، ما راح نقصر، راح نقدم لها بما تطلب منا هذه البلد، هذه الاشخاص الموجودين معانا. اسمعوا كلامهم كيف الكلام الصادق. قال لك بدون مجامله، ما في حد جابرني اقول الكلام هذا، الصدقي هذا واماني انا في هذا البلد، هذا احساس اللي يقول عن هذا الكلام. اشكرك انا بصراحه، انا اشكرك وايد واتمنى لك التوفيق واقامه سعيده، وهذه البلد بلدك. وشو تبغي تقول؟ الله يخليك. لا والله مثل ما قلت لك، ما يعني اخواني ان كانوا الجميع اللي في بهالدوله الله يحفظهم، ودول المسلمين جميعا ان شاء الله، وهالدوله ان شاء الله من جيد من حسن الى احسن ان شاء الله، ونشوف فيها الخير والمستقبل احسن ان شاء الله. واحنا ان كان بالماضي او بالحاضر المستقبل ان شاء الله على وتيره واحده، ولائنا لهالبلد، وفائنا ان شاء الله موجود لهالبلد، حبنا لهالبلد ان شاء الله. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. كلامك ومشاعرك ما نقدر نحن حتى شو نقول فيها ولا وما نزيد عليها. نشكرك، وهذه البلد بلدك، واتمنى لك التوفيق. شكرا لك. اخواني المشاهدين، سمعتوا شو قال هذا الرجل؟ مشاعر ثانية، كلام قيم، يعني ما اقدر ازيد عليه، انا ما اقدر اقول شيء اخر. اقول خليكم وياي وتابعوني، تروحون بعيد، راح اخذ ضيف اخر سواء شاب او صغير او كبير. خليكم وياي، اعود لكم بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معي ضيف آخر، الحين معي ضيوف. الحين الضيوف اللي معي بسألهم وبشوف مشاعرهم عن هذه الإمارات الجميلة الحلوة. شو تعني الإمارات في عيونكم يا شباب؟ يعني كل شيء، الدنيا وما فيها الإمارات. أولادنا تربينا فيها وكلنا من خيرها شو اسمك زين؟ أحمد فؤاد عمر فوزير. جميل. قول. الله، الإمارات ربينا فيها وكبرنا فيها. الله يخلي شيوخ الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد، الله يحفظه ويطول بعمره، ما مخليهم قصور بس. جميل. شو اسمك يا ابني؟ أحمد صالح العمودي. شو تعني الإمارات في عينك؟ صراحة الإمارات عمري كله. جميل. تعيشنا هنا صراحة، ولدنا هنا وتربينا هنا. جميل. والله يخلي شيوخنا. أنت مرتاح في البلد؟ الحمد لله. شو تتمنى حق الإمارات؟ كل خير إن شاء الله، تطور أحسن منه. جميل. شو اسمك يا ابني؟
عبد الله مكوت. شو تعني لك الامارات في عيونك؟ والله امارات حلوه وزينه يعني، الله يخلي شيوخها تمام الحمد لله. شو رايك انت مبسوط؟ زين الحمد لله، الامان وتوفر كل شيء يعني ما شاء الله. الحمد لله تمام. جميل. قال الامان، والله يخلي الامارات لشيوخها. انا اشكركم يا شباب واقول لكم كل عام وانتم بخير. هذه الامارات بلد الجميع، بلد الجميع الموجود على هذه الارض كله يعتبرهم هم ابناء الامارات، ونسعد فيهم، نسعد من موجود معنا ومن موجودين نحن معه. شكرا لكم، في لقاء اخر، السلام عليكم. اخواني المشاهدين، وصلنا لهني حلقتنا اليوم. خذنا الكثير من الناس، خذنا آراء وايد وخذنا مشاعر وايد، ونحب بعد نشوف خلال جولتنا هذه بناخذ مشاعر الآخرين، بنحسس مثل ما حسسونا بمشاعرنا نحسسهم بمشاعرنا. خليكم وياي، لا تروحون بعيد، آخذ ضيف آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، ارجع لكم مرة ثانية مع مشاعر اخرى. قبل شوية كان عندنا ناس اخرين وكان مشاعرهم هذه الجميلة اللي يقولونها لنا. حاليا عندي ناس اخرين وطيبين، راح نشوف المشاعر اللي بيقولونها عن شو تعني لك الامارات في عيونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الكريم؟ هشام عصمت خوشد. استاذ هشام. الدكتور هشام. الدكتور هشام. الدكتور هشام. الدكتور هشام يقول، أنا أقول له شو تعني لك الإمارات في عيونك؟ الإمارات في عيوننا البلد الجميل الكريم الآمن، العطاء بلا حدود، بنحترم حكامه وحكومته من غير ما بنشوفهم، لأن أنا بفضل الله عليا لفيت العالم كله، وبحكم عملي كاستشاري وبروفيسور في أمراض القلب أنا بشم رائحة العطرة لهؤلاء الحكام اللي عطائهم وبصمتهم واضحة على أرض وكل شبر في الإمارات. وأنا بأفتخر أن الإمارات جزء من الأمة العربية، لأنها في الحقيقة هي من القلة النادرة دلوقتي اللي احنا بنفتخر بيها، مش على مستوى الأمة العربية، لا على مستوى العالم كله. والدليل على كده أنا راجل علمي فبحب أدي كلامي بالبراهين. هناك ويتنج ليست، قائمة طويلة جدا لمجموعة غير قليلة من الأطباء الزملاء من أوروبا لكي يتشرفوا للعمل في هذه الدولة الكريمة. ده إن دل على شيء فيدل ان هذه الدولة ادت انطباع غير عادي وشرفت كل الامة العربية. وانا بحلم ان انا الاقي بلدي العزيزة مصر اتعلمت، مش عيب مصر الكبيرة انها تتعلم من اخواتها، انها تتعلم طرق التنظيم وطرق الاورجنايزيشن العالي عشان ترجع تنهض تاني. وانا متأكد وعارف ان عمر الحكومة الجميلة الاماراتية ما هتبخل على حبيب قلب السيسي ولا على مصر. يا سلام، كلام حلو. دكتور قلب، ويقول هو الكلام كله من القلب، يعني مرت عليه قلوب وايد مثل قلبي وقلب الآخرين. يا سلام على هذا الكلام. بس عندي بجانبي بعد أختي الفاضلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو تعني لك الإمارات في عيونك؟ دكتور قلب موجود. بلد حلوة وجميلة وفيها تقدم يعني فظيع ما شاء الله، حلوة. فيها أمان وفيها رقي وأهلها ناس طيبين ومعاملاتهم حلوة وفيهم أدب وأخلاق حلوة يعني. اسمع شو قالت الأخت، أدب وأخلاق وأمن، والدكتور قال مرت عليه قلوب وايد. كل القلوب الحلوة اللي هاي تقول عن دولة الإمارات. دكتور عندك شيء تقول حلو بعد؟ ايوه، في ملحوظة احب ان حضرتك وكل المسؤولين يسعدوا بيها، ان زوجتي من اهل مكة الكريمة، اهلا وسهلا، ولها عزوتها الكبيرة في المملكة العربية السعودية. بالرغم من هذا هي تفضل العيشة
في أرض الطهارة وأرض الجمال وأرض الروعة وأرض الحب وأرض العطاء بلا حدود. أنا حقيقي بتكلم من قلبي، وربنا يخلي لكم حكامكم، ربنا يخلي لكم حكامكم، ربنا يخلي لكم حكامكم. ويا رب أشوف السيسي وكل حكام الأمة العربية زي حكامكم، عطائهم لشعبهم. قول آمين. آمين. ربنا يخلي لكم حكامكم. كلمة جميلة، كلمة حلوة تبدأ في المشاعر من الداخل، لأن هذا دكتور قلب والكلام يوصل للقلب. نقول لك يا دكتور شكرا، وكل عام وأنتم بخير وأختي بخير، ويعود علينا وعليكم إن شاء الله. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني المشاهدين، اخواتي المشاهدات، كنت مع دكتور قبل شوي، دكتور قلب، وسمعنا الكلام اللي يقوله كله من القلب. الحين معاي شاب من هذا الجيل الطيب، نحب نسأله، نقول شو تعني لك الامارات في عيونك، ونشوف شو يحس هو وش بيقول، على الامان اللي هو فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو اسمك يا ابني؟ مهدي. شو تعني لك الامارات في عيونك؟ الامارات هي من الدول المتقدمه ومن دول تاريخها عريق، ولما عشان انا فيها بشعر بالامان ومدارسها متقدمه وكل شيء متقدم فيها. وشوف انت شو تحس، شو تشوف الامارات في عيونك؟ فيها امان، فيها عطاء، فيها خير، فيها كرم، فيها تعاون، فيها تساعد. شو تشوف، شو تحس انت؟ هو فيها امان وفيها تساعد كل واحد لما يكون بيته بشعر بالامان، وما حد بشعر بالخطر، والمدارس من احسن المدارس، وكل شيء فيها متقدم. وانا سعيد باني اكون موجود بهاي البلد الرائعه. ونحن نسعد فيك انت في هذه البلد، وانت واحد من اولادنا، ونقول لك شكرا على هالمشاعر الحلوه، ونتمنى لك التوفيق يا ابني، وكل عام انت بخير. هذه بلدك مثل بلد الاخرين، انت موجود في هذه البلد، اعتبرها بلدك وما تقصر عليك باي شيء ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لكم.